أمل العلي إدارة المدارس العامة في لجنة التربية والتعليم التابعة لمجلس الرقة المدني. عملت لجنة التربية والتعليم منذ بداية التأسيس أو تشكيلها على رفع مستوى التعليم وإعادة الطالب إلى مقعده الدراسي بعد انقطاع دام 5 سنوات، وتجهيز وتأهيل كادر تعليمي من كافة الاختصاصات. كانت هناك صعوبة في إيجاد الاختصاصات المطلوبة في بداية التأسيس، ولكن الآن تم استقطاب جميع الاختصاصات من كافة القرى في الريف طبعا والمدينة. طبعا نحن جهزنا معلمين ضمن دورات تأهيلية وتدريبية في الصيف دامت شهرين، ضمت كافة الاختصاصات من مجالات التعليم العلمية وطريقة تحضير الدروس. لدينا 6 مكاتب تابعة للجنة التربية والتعليم في المدينة والريف. لدينا 4641 معلم ومعلمة، والمدارس في بداية العام كانت 317 مدرسة، الآن أصبحت 398 مدرسة. لدينا موزعة في 3 حلقات، حلقة أولى، حلقة ثانية، حلقة ثالثة، وهناك 48 مدرسة مشتركة. عدد الطلاب 116,000 طالب ويزيد عليها. من الصعوبات التي واجهتنا طبعا خلال هذه السنة هو دخول العدوان التركي على منطقة الشمال، مما أدى إلى تزاحم في عدد الطلاب في منطقة الرقة والريف، حيث أصبحنا نعمل على نظام الفوجين لاستيعاب جميع الطلاب. تم ترميم 60 مدرسة ترميم كامل في المدينة والريف، وقمنا ببناء 3 مدارس بناء كامل، طبعا بدعم من مجلس الرقة المدني، وهي مدرسة المعازيلة، مدرسة حسين جاهد، مدرسة النهضة الشرقية. تم ترميم 61 مدرسة ترميم جزئي موزعة في الريف والمدينة أيضا، منها خليل كريش، الحتاش، الحكومية، عمر بن عبد العزيز، وكسرى محمد علي، وبلاط الشهداء. أيضا مدرسة بدر حلقة أولى وحلقة ثانية، ومدرسة حمرة ناصر شرقي. والآن أيضا لدينا مدرستين قيد التفعيل، وهي مدرسة بلقيس، مدرسة ربيعة الرقي. ونعمل أيضا على تفعيل جميع المدارس المضررة إذا كانت ترميم كامل أو جزئي.